وسلم تسليما. عباد الله، اعلموا ان عز هذه الامه في تطبيق شرع الله عز وجل وفي العمل بكتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. اي هذا القرآن وهذا الدين ذكر ارتفاع شأن وعز لك ولقومك وسوف تسألون. وقال عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وقال عمر رضي الله عنه: كنا أذل الناس فأعزنا الله برسوله، فما طلبنا العزة بغيره أذلنا الله عز وجل. فعز هذه الأمة في تطبيق شرع الله عز وجل. الغرب الكافر عباد الله يعلم أن الأمة إذا عادت إلى كتاب ربها وإذا عادت إلى شريعة نبيها صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقف أمام جحافل الإسلام كيانات الكفر وقوى الكفر، كما قال عز وجل: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. فلا بد أن ننصر دين الله عز وجل، وإذا نصرنا دين الله عز وجل نصرنا الله، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. فنحن نستحق نصر الله عز وجل إذا نصرنا دين الله، وإذا أعززنا دين الله عز وجل، وإذا بذلنا من أجل أن يعز دين الله عز وجل. إذا كنا أهلا للتمكين لابد أن ينصرنا الله عز وجل، لابد أن ينصرنا الله عز وجل. أمسك رئيس الوزراء البريطاني بالمصحف في مجلس العموم البريطاني وقال: إنه لن يكون لكم قرار بالشرق ما دام بأيديهم هذا الكتاب، وأشار إلى المصحف. لماذا يحاول الغرب الكافر وأذناب الغرب الكافر من الطواغيت ومن الذين ينفذون خطط الغرب الكافر في بلاد المسلمين؟ لماذا يريدون أن يحول بين الأمة وبين الدستور الذي يكفر بها أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة